وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا. أمة الله من مصر، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا شيخ محمد؟ عليكم السلام، أهلا وسهلا بحضرتك. ربنا يبارك فيك يا رب. آمين يا رب العالمين. والله العظيم يعني أنا فرحانة جدا إن أنا بكلم حضرتك. ربنا يفرح قلبك بلقاء النبي على الحوض يا رب. اللهم آمين يا رب، اللهم آمين بأيدك يا رب. ربنا يرزق حضرتك الصحة والعافية. آمين يا رب. ويطول في عمر حضرتك على طاعته. آمين يا رب العالمين. اتفضلي يا أخت أمة الله. ممكن تدعي لنا ربنا يهديني وينجحني ويرزقني حفظ القرآن. ربنا يا رب يرزقك حفظ القرآن ويهديك وينجحك ويكرمك يا رب العالمين ويسترك. حضرتك اسمك ايه؟ اسمي سارة. طيب ليه ما قلتيش سارة؟ انا عايز اقول لك حاجه جميله. انا عارفه انا اتعمدت اسالك السؤال دوت، معلش انا طبعا مش ما عنديش يعني فضول ان اعرف اسمك، لكن عايز اقول حاجه يا جماعه. بعض اخواتنا ربنا رب يبارك فيهم يا رب العالمين بيستحوا، يعني طبعا ده من حياء حضرتك، ربنا يعزك وانا باهنيك على هذا الحياء. لكن عايز اقول حاجه، لما تكون الاخت مثلا اسمها ساره او اسمها هاجر او اسمها اي حاجه، احيانا بتبعت تقول امه الله وتستحي انها تذكر اسمها. لسنا يعني افضل من امنا عائشه، ونحن نعرف اسماء ازواج النبي صلى الله عليه وسلم، عارفين اسم امنا عائشه وامنا خديجه وامنا حفصه وامنا جويريه الى غير ذلك. فلا حياء في او لا خجل او لا حرج في ان احنا نذكر اسماءنا، عادي ما فيش مشكله خالص. لان احيانا بعض اخواتنا ربنا يحفظهم يا رب العالمين من شده الحياء، وانا اهنيك على الحياء ده، طبعا شيء جميل جدا. الحياء خلق الاسلام، احيانا بيدعوها الحياء انها لا تذكر اسمها. ربنا يحفظك اختنا ساره ويحفظك ويبارك فيكي ويثبتك على الايمان. إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين.